الولاء المرضي هو إنك تكمّل بعد ما تخلّص، مش عشان مش فاهم، عشان مش عايز تاخد القرار. أنا باسمة وباشتغل في إدارة الteams وشُفت ده بيحصل كتير جدًا لناس كتير وأنا أولهم. خلّيني أقولها لك بشكل مباشر، الولاء المرضي مش إنك بتحب المكان ولا إنك committed. الولاء المرضي هو إنك تفضل بعد ما المكان يخلّص دوره معاك. يعني تبقى شاطر كفاية إنك تفهم، بس مش حاسم كفاية إنك تمشي. وده بيحصل غالبًا مع الناس الشاطرة، اللي بتكبر وبتنجح وبتشيل مسؤولية، لإنها بتتعود إن قيمتها في إن هي تستحمل وتكمل. وعلى فكرة أنا كنت كده، اتطورت جدًا في مكاني، ووصلت لمراحل كبيرة فيه، بس في نقطة أنا خلاص خدت كل اللي المكان يقدر يديهوني، وكنت عارفة ده، بس فضلت. وده اسمه ولاء مرضي. أنا كنت مش قادرة أسيب المكان. ليه ده اسمه ولاء مرضي؟ على فكرة مش لإن المكان وِحِش، بالعكس المكان يعني shaped my character، لكن لإنك ما أخدتش القرار ده في وقته. والموضوع ده مش بس على فكرة بيأذيك أنت، أحيانًا بيكون مش كويس ولا ليك ولا بيكون كويس للشركة، لإنك بقيت في مكان خلاص أنت يعني مش بتكبر فيه، وفي نفس الوقت أنت مش سايبه لحد تاني، الحد ده ممكن يضيف للمكان ده أكتر. وساعات الطرف التاني نفسه بيبقى شايف ده، بس مستني مين فيكم هيقولها الأول. كأن اتنين كده في relationship والاتنين زهقانين، بس كل واحد مستني التاني هو اللي يبدأ. فبتبقوا انتوا الاتنين عارفين الحقيقة، بس محدش فيكم قادر ياخد القرار. وده طبعا بيخلي الوضع بيفضل واقف أكتر ما هو مفيد لأي حد. الولاء المرضي على فكرة هو مش جهل، الولاء المرضي هو مجرد تأجيل، إنك تبقى شايف الحقيقة بس دايمًا بتأجل المواجهة. فلو أنت مثلًا في مكان حاليًا وحاسس إن أنت واقف، فالسؤال هو مش أعمل إيه، السؤال أنا بأجل قرار إيه. إحنا بطبيعتنا بنحب دايمًا نبقى في الcomfort zone، يعني مش كل الناس وespecially لمّا بنكبر في المكان ونقضّي فيه وقت طويل أوي، بنبقى صعب علينا أوي إن إحنا ناخد القرار. وعلى فكرة أصعب حاجة مش إن أنت تاخد القرار، أصعب حاجة إن أنت أصلًا تعترف إن وقت القرار ده جه، وإن أنت فعلًا مأجله. قُل لي إيه القرار اللي أنت عارف إنه لازم يتاخد ومأجله لحد دلوقتي؟ أشوفكم في الحلقة الجاية.